حبايبنا طلاب الشهادة الإعدادية في كل حتة في الجمهورية، ميعادنا النهاردة في الفيديو الثاني من سلسلة المحطة اللي جاية. يا ترى محطتنا الجاية هتكون إيه؟ في سلسلتنا دي بنحل أسئلة المحافظات بتاعة السنين السابقة. حلينا في الفيديو الأول محافظة المنيا، وميعادنا النهاردة نشوف محافظة تانية. يلا بينا نشوف المحطة التانية هي محافظة إيه؟ يلا يا أبطال. المحطة التانية معانا النهاردة هي محافظة جنوب سيناء السنة اللي فاتت. بيبدأ أول سؤال عندي في الامتحان هو سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. بقرأ الجملة الافتتاحية عادي، فلقيته بيقول لي إن منار وهالة are talking about، بيتكلموا عن school subjects، المواد الدراسية. نقرأ كده واحدة واحدة. لقيته بيقول إن منار بتقول لها what's your favorite subject هالة؟ إيه هي مادتك المفضلة يا هالة؟ أنا معرفش، ما تعتبرش السؤال ده سؤال مفتوح، هشوف الدنيا بتقول إيه. لقيتها تحت بتقول لها I like numbers، أنا بحب الأرقام. تمام، بكمل كلامي. قالت لها I like it because، أنا بحبها علشان it makes me think well، بتخليني أفكر كويس. سألتها سؤال كانت الإجابة I have been studying it for 6 years now، بقالي 6 سنين بدرسها لغاية دلوقتي. سألتها سؤال Do you want to be a math teacher؟ عايزة تكوني مدرسة رياضيات. تأكدت من كلمة numbers، اتأكدت من كلمة numbers من كلمة math إن المادة المفضلة هي الرياضة. بتقول لها عايزة تكوني مدرسة رياضة، قالت لها حاجة I will be an engineer، هكون مهندسة، يبقى أكيد رفضت. في الآخر قالت لها I hope you will achieve your dream، أتمنى إنك تحققي حلمك. نبدأ نسمي الله ونحل يا أبطال. البداية بتقول لها what's your favorite subject، إيه هي مادتك المفضلة؟ يبقى هتقول لها my favorite subject، مادتي المفضلة is بتكون math، الرياضيات. تمام، يبقى مادتي المفضلة هي الرياضة. السؤال اللي بعده قالت لها I like it because، بحبها لأنها بتخليني أفكر كويس زي ما قرينا. يبقى أنا عايز أقول لها ليه بتحبيها؟ هقول لها لماذا؟ why do you، ليه أنت like it، ليه بتحبيها؟ ده سؤال. طبعا أنا بحل في الأماكن المخصصة للإجابة طبقا لإيه؟ لنظام البوكلات الجديد. سألتها سؤال كانت الإجابة I have been studying it، أنا بدرسها بقالي حوالي 6 سنين. يبقى أنا عايز أقول لها كام المدة؟ بقالك قد إيه بتدرسيها؟ كام المدة يا صديقي؟ تبقى how long. تمام؟ دور على فعل مساعد، أنا عندي have، رحت كاتب have. دور على فاعل I، يبقى you. ثم كمل، هتقول لي عندي been، عندي studying، عندي eat، ولازم اقف ما اقولوش for 6 years now لان دي بالنسبه لي الاجابه. سالتها سؤال do you want to be a math teacher، عايزه تكوني مدرسه رياضيات. طبعا قالت لها عايزه اكون مهندسه، يبقى قالت لها لا، فالاجابه هتكون no I don't، لا انا مش عايزه. وفي النهايه بتقول لها I hope you will achieve your dream، أتمنى تحققي حلمك. طبعا هنختم بكلمة thanks أو thank you، شكرا لك. تمام كده سؤال الديالوج. يلا بينا السؤال اللي بعده وهو سؤال الأكمل. بسم الله. ابتديت إن أترجم. قال لي orbit بمعنى يدور حول، تريد أن يقرأ، reading القراءة فعل ing، تلسكوب هو التلسكوب، astronauts رواد الفضاء، وسبيس مساحة أو فضاء. لقيته بيقول لي إيه؟ بيقول لي I enjoy about the International Space Station، الفعل enjoy أنا بحب أقرأ عن محطة الفضاء الدولية. الفعل enjoy عايز I وإنه G، ساعتها تقول لي يا مستر كده الإجابة هتبقى reading أول واحدة. يبقى أول إجابة عندي هي reading القراءة.
قال لحضرتك it's a huge spacecraft، هي سفينة فضائية كبيرة where not live، حيث مين اللي بيعيش؟ تقول لي يا مستر بيعيش فيها الأسترونوتس، رواد الفضاء. دي الإجابة رقم 2. and work، وبيعملون when they go into space، لما بيروحوا الفضاء. eat the earth every day، عايز أقول بتدور حول الأرض كل يوم، يدور تبقى الإجابة orbits. It's also وهي أيضا one of the brightest objects، أحد الأجسام اللامعة in the sky في السماء and you can see it، تستطيع رؤيتها without using، بدون استخدام. الإجابة الرابعة تبقى تلسكوب، تقدر تشوفها في السماء بدون المنظار أو التلسكوب. ثم السؤال الثالث هو سؤال القطعة بتاعتي. طيب بيقول لي إيه؟ بيقول لي there are، يوجد هناك lots of ways، الكثير من الطرق we can do، يمكننا فعلها to protect our environment، لكي نحمي البيئة and build، ونبني a greener world، عالم صديق للبيئة. جميل. we need to use cleaner، نحن بحاجة إلى استخدام cleaner greener energy، طاقة نظيفة وصديقة للبيئة. in factories، في المصانع if لو المصانع had solar panels، لديها لوحات طاقة شمسية on their buildings، على المباني they would save money، هيحافظوا على الفلوس and energy والطاقة. we need more people، عايزين ناس كتير to work together، يعملون سويا to get renewable energy، للحصول على طاقة متجددة for their communities، في مجتمعاتهم. if more communities، لو مجتمعات كتير had wind turbines، لديها توربينات الرياح they would have، هيكون عندهم cheaper cleaner energy، طاقة نظيفة و cheaper رخيصة. we can also، ونستطيع أيضا help the environment، مساعدة البيئة by planting more trees، بزراعة أشجار أكتر. وسألني سؤال وقال لي what about plastic، ماذا عن البلاستيك؟ قال لي millions of plastic bottles، ملايين الزجاجات البلاستيكية are used every day، بتستخدم كل يوم. when، لما these bottles، لما تلك الزجاجات are recycled، بيعاد تدويرها. the plastic is used to make، البلاستيك بيستخدم في صناعة الكلوز، الملابس، toys، الألعاب، carpets، السجاجيد، furniture، حتى الأثاث. قال لي glass، الزجاج، and metal، الزجاج والمعدن can be recycled too، يمكن إعادة تدويره هو كمان. we don't recycle enough and that's why there is still so much rubbish in landfill site. نحن لا نقوم بعملية إعادة التدوير بشكل كافي، وده اللي بيخلي فيه رابش، قمامة، في اللاندفيل سايتس، في مكبات القمامة أو مواقع إلقاء القمامة. السؤال الأول قال لي نوت can help people، بيساعد الناس have a cheaper cleaner energy، للحصول على طاقة رخيصة ونظيفة. طبعا الإجابة بلا شك هتكون wind turbines، توربينات الرياح. قال لحضرتك the underline word recycle، الكلمة اللي تحتيها خط اللي هي recycle، معناها ايه؟ هل معناها planting more trees، زراعة أشجار؟ لا. reusing old materials، أيوة يا مستر، هي دي الإجابة، إن احنا نستخدم old materials، مواد قديمة، نعيد استخدامها تاني. سألني سؤال how can factories، كيف تستطيع الفاكتورز، المصانع save money and energy، هم يحافظوا على الفلوس ويحافظوا على الطاقة. قال لحضرتك ايه؟ شوف الحوار بتاع المصانع، هقول له هيحافظوا على الطاقة if factories had solar panels on their building، لو كان عندهم لوحات طاقة شمسية على أو فوق المباني بتاعتهم. اللي بعده is planting trees، هل زراعة الأشجار useful for our world، نافعة للعالم؟ why not، ليه وليه لا؟ طبعا ببساطة شديدة هقول له طبعا بداية الإجابة yes، أيوة زراعة الأشجار مهمة. قول لي بقى مليون سبب يا فندم، تمام؟ قول لي مليون سبب ليه زراعة الأشجار مهمة ولا مش مهمة؟ هقول له طبعا هي because، لأن إنها helps us، بتساعدنا في ان ايه يا فندم؟ reduce، في تقليل
pollution التلوث، بتساعدنا في تقليل التلوث. قال لي summarize the last paragraph of the passage، لخص اخر باراجراف في القطعه بتاعتك. طب اخر باراجراف كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم على اعاده تدوير البلاستيك. اقول له ساعتها ايه بقى يا بطل؟ لو انت ذكي كده هقول له ببساطه شديده ان نحن should يجب علينا ان احنا نعمل ايه؟ ريسايكل، نعيد تدوير مور كثير من البلاستيك. على فكره ممكن كمان تقول له نعيد تدوير البلاستيك، ايه كمان؟ قال لي ممكن اقول له جلاس، وكمان مين؟ وكمان ميتال، المعادن. في النهايه بيقول لي what should we do؟ سؤال مفتوح. نعمل ايه to protect the environment؟ لكي نحمي البيئه. ممكن اقول له احنا we should يجب علينا plant ان احنا نزرع more trees اشجار اكتر. ممكن اقول له نستخدم wind powers طاقه الرياح. ممكن اقول له نعمل solar panels لو حتى طاقه شمسيه. ممكن اقول له زي ما قلت فوق ريسايكل، نعيد تدوير، بلاستيك اكتر، ميتال اكتر، جلاس اكتر. يلا بينا السؤال اللي بعده، هو سؤال الاختيارات. قال لي نقط habitats انهي بيئات are found at the top bottom اعلى واسفل كوكب الارض، كمان covered by ice ومغطاه بالجليد. وهنا بيتكلم على البيئه الايه؟ جليد، البيئه البولار القطبيه. قال لي نقط is cutting down trees هي عمليه قطع الاشجار، عمليه قطع الاشجار in ways that damage the environment اللي بتدمر البيئه تبقى deforestation ازاله الغابات. There are 8 نقط in our solar system في نظامنا الشخصي في نظامنا الشمسي في 8 ايه؟ 8 كواكب. تقول لي planets. My brother from university عايز اقول تخرج من الجامعه في عام 2021. تخرج تبقى graduated. The antonym عكس كلمه remote، هي ريموت معناها بعيد، هو طالب هنا الانتونيم العكس بتاعها تبقى الله اكبر near. قال لك we use the suffix بنستخدم انهي لاحقه after recharge بعد كلمه recharge يشحن to get the adjective عشان نجيب صفه. recharge يعيد شحن، عايز اقول قابل لاعاده الشحن، هزود لها able يا صديقي. ثم الجرامر بتاعي جاي لي في هيئه سؤال الكومبليت، سؤال التصحيح. فبيقول لي Egypt مصر visit by millions of tourists every year. مصر بتزور ولا بتتزار؟ عشان اعرف ان الجمله معلوم ولا مجهول بحدد العلاقه ما بين اللي قبل النقط والكلام اللي في الاقواس. سؤال يا فندم، مصر بتزور ملايين الناس ولا ملايين الناس بيزوروا؟ ملايين الناس بيزوروا، تبقى دي صيغه مبني للمجهول. بدات بالمفعول، اساعده باز او ار، اساعده بواز او وير، بعدها تصريفه الثالث، تبقى الاجابه بتاعتي از visited. مستر محمد ليه حضرتك ما جبتش was visited؟ لانه جايب لي هنا لو انت شايف every year كل عام، يبقى الزمن بتاعي مضارع. قال لي in the past في الماضي people الناس not to have computers ما كانش عندهم كمبيوترات. طالب مني انفي not use، هقول له بمنتهى البساطه didn't use. طبعا مش هكتب to، هو عطاها لي. قال لك if we had more time، الله على الكلام. دي قاعدة if الحالة كام؟ الثانية. عرفت منين؟ if بعديها ماضي بسيط، الجملة الثانية would والمصدر. قال لي we meet our cousin in the village. أنا همسك الجزء الأول ألاقيه يا فندم ماضي بسيط، صح كده؟ يبقى الإجابة would والمصدر، تبقى would meet. اللي بعده قال لي we had collected information before. مسكت الرابط بتاعي before وسالته انت عايز ايه قبلك وعايز ايه بعدك؟ قال لي before عايز قبليه ماضي تام had والتصريف الثالث، ثم ماضي بسيط. يلا بينا هات الماضي البسيط. هو جايب لي do، الماضي من do يبقى اسمها did. اخر سؤال في الامتحان the police said الشرطه قالت. ده كده الدايركت والاندايركت، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. الشرطه قالت ذات بان الدايركت والاندايركت المباشر والغير مباشر عذرا. قال لك ذا بوليس سيد الشرطه قالت ذات ذا بيلدينج ان المبنى بي اون فاير كان مولع. امسك فيرب تو بي. من ضمن القواعد بتاعتي اني برجع بالايه؟ برجع بالزمن في المباشر والغير مباشر.
فيرب تو بي افك was were. عندي مبنى مفرد تبقى was. اخر سؤال عندي في الامتحان سؤال الرايتنج، سؤال الكتابه بتاعه الباراجراف، بيتكلم عن your dream job، وظيفتك اللي بتحلم بيها، وظيفه احلامك. كالعاده يا اصدقائي هسيب لك الباراجراف في صندوق الديسكريبشن تحت. كنت مبسوط معاكم النهارده، وصلنا للمحطه رقم 2. استناني في المحطه الثالثه، هنشوف المحافظه تبقى بايه. كان معاكم محمد عابد من منصه الاصدقاء والواحه التعليميه. اشوفكم ان شاء الله على خير.